السلام عليكم، تنتمنى تكونوا مزيان وتكونوا بخير. المهم غنخليكم اليوم مع واحد العرس اللي داز زوين، داز رائع. خدمنا فيه. المهم هذا هو الدهاز هنا راه مقاد مصايب، تحط في الصواني اللي محطوط في الكراطان اللي محطوط في البلاطويات، الحنه، كلشي. المهم راكم عارفين التفاصيل ديال الدهازات. المهم راه كانوا الدقيقيه البنات، انا ما بغيتش نصور الدقيقيه، ما بغيتش نصور معاهم الناس، هما الدقيقيه بوحدهم راه الدنيا هانيه، ولكن صورنا وتشدوا الوجوه ديال الناس، يعني مع احتراماتنا للناس ما غاديش تشد الوجوه ديال الناس، راه كاين اللي ما تيبغيش. المهم هنايا صافي راه هزوا. هنايا راه نقصوا معاها البنات، هذه آية بنتي، نقصوا معاها كاع البنيات. المهم غادي نرجعوا لخدمتنا. هنايا درنا الكعبه ودرنا الخاتم ودرنا الورده. المهم راه درت 5 الشكالات ديال اللوز بلا الصابليات اللي خدمت ليهم بوحدهم. هادو 5 الشكالات اللي كانوا في البلاطوات ديال اللوز اللي جاو رائعين. ولكن البنات رانا كنت مضغوطه بالخدمه، ما صورتش كل شيء، ما صورتش ملي تقادوا البلاطويات، ما صورتش راه البلاطويات يومين وما عندي مقادين، ولكن ما ساليتش فين نصورهم. هذا الدجاج اللي غسلاته معايا جارتي، الله يكثر خيرها ويجازيها بخير ويخلي ليها بنياتها ان شاء الله يا ربي، تشوفهم كيما بغات. غسلناه واحد الغسله اللي زوينه، واحد الغسيل غسلناه فن. الدجاج انا خلاص راه لما تغسلش مزيان ما تيعجبنيش نطيبه، غنغسلو زوين، يعني واحد الغسيل اللي بمعنى الكلمه البنات، ماشي تنقول لكم داك الغسيل ديال بصح، يعني الغسيل اللي تتدي الفروج محطوط، ما تتشميش ريحه الزفوريه ديال الدجاج نهائيا، كأن الدجاج ما مغسولش، وراه كانت واحد الحراره تبارك الله. المهم الدجاج من بعد ما غسلته دوز شي 3 السوايع تينشف، 3 السوايع البنات اللي دوز وشرملته، لان راه الحال سخون. راكم عرفتوا درجه الحراره فين واصله هذا العام في بن قرير تبارك الله، عمرو ما سخن بحال هكا. عندي هاد المعلقه اللي وريت لكم دابا ديال الماكله باش ناكلو كسكسو، باش ناكلو هي باش تنعبر. عندي منها نص معلقه ديال الهريسه، وعندي السمن 2 معالق ديال السمن، وعندي معلقه ديال الابزار، وعندي هنايا 4 المعالق ديال زريعه القزبر، وعندي الضويمات، عندي 15 ضامه ديال الزعفران، وعندي واحد 4 ديال الملوين صفيفره العاديه اللي كاع تنعرفوها ديال السنسله، عندي 20 معلقه ديال السكينجبير، 20 معلقه ديال السكينجبير، وعندي 15 معلقه ديال الخرقوم. غادي نخلطهم بنص لتر ديال الماء البنات، نص لتر ديال الماء، وعندي 3 الربطات، 2 قزبر ووحده معدنوس. وما تنديرش انا المصيره البنات، لان الدجاج مغسول بالملحه بزاف، ما تنديرش المصير في هذه المرحله نهائيا. درت 4 الحامضات مقطعين، ما فيهمش داك اللب الصفر ولا شي حاجه ولا داك الابيض، تنحيد ليهم كلشي والعظام وكلشي وتنطحنهم مع داك الربيع. وعندي 4 ديال الثومه، هادو هما المقادير ديال القنطار ديال الدجاج. عندي هنايا قنطار كانت فيه 40 فروج، ما بين 2.5 2.400، هادو هما القياسات اللي كانوا عندي، ماشي 2.300، كانوا عندي 2.400 2.5. صافي من بعد هنا ما شرملته. ما تكتروش الماء في هذه المرحله، لان الدجاج غادي يبات، يعني ما غاديش نكتر الماء. لو كان الدجاج ما غاديش يبات عندي نخوي الماء في هذيك الضغميره بزاف، هذيك الشرموله، ونغطس الفروج ونهزو كافي. ولكن انا الدجاج بغيت نبيته، انا غنديرو في بلاستيكات، كل فروج غنديرو في بلاستيكه بيضه ديال الثلاجه كل فروج. وفي الاخر انا جمعت 4 5 في ميكا كما كان ديك الساعه لونها ماشي مشكل. صافي تنجمع ديك الساعه في بلاستيكات، 4 الفراج 5 الفراج تنجمعهم في بلاستيكه باش تنديرهم في الفريغو. وهكاك وراه الفريغو ضروري تسرب ليه لتحت ديالو شويه ديال الدغمير ديال ديك الشرموله ضروري. من بعد تتغسلوه وتديروا فيه القرفه والكمون وهذا باش تحيد الريحه. باش قلت لكم راه شحال ديال اللقطات اللي مشاو ليا ما صورتهمش. هنا راه الدجاج طاب، الدجاج منين يكون فيه هاد اللون
راه فيديوهات اخرين انا عاطيه الدجاج بالتفاصيل ديالو. انا غير قلت هذا العرس بغيتو يبقى عندي حتى هو في القناه وصافي، هادشي علاش صورته. الدجاج منين يطيب ويعطي هذا اللون، راه الدجاج زوين، راه مشرمل مزيان مغسول مزيان. صافي تنغطيه، على الاقل خص الدجاج يبقى واحد 3 السوايع باش ينشف. انا حيدته باش ننصب اللحم، كانت عندي 30 كيلو ديال اللحم، يعني الدجاج طاب هنا، حيدته صافي. راه الدغميره تتشرب ديالو. انا نقيت ليها 10 كيلو ديال البصله، قرطتها غادي نلوحها فيها. هنايا اللحم درت كل 15 كيلو في طنجره، خويت القوامل ديال فاش طاب الدجاج، حيت منهم الدجاج، غسلتهم صافي، نصبت فيهم اللحم. انا اللحم البنات راه ما تيفوتش 3 السوايع كاع، 2 السوايع كاع. 3 السوايع راه بلا خليتي 3 السوايع راه تتولي العظم تيتشتت منه اللحم. هاد الدغميره منين شربات شويه، رانا لحت فيها ديك البصله، 10 كيلو ديال البصله غادي تبقى لنا طيب 3 السوايع، اننا باقي عندي الوقت هنا راه يلاه 10:30 الصباح. نحيت الدجاج، هاد الدغميره البنات وقفات. رانا مصورها معكم يا فيديوهات اخرين، كما قلت لكم انا راه لقطات غير صورتهم بزز، راه ماشي لقطات غير عجبوني صورتهم، اما راه ما صورتش معكم التفاصيل كامله. القوام ديال اللحم، الدغميره رانا حاطه كلشي، رانا حاطه التفاصيل ديالو. صافي دابا من بعد ما وقفات الدغميره طفيت عليها، خليتها شي الدغميره الا ما وقفتش على هذا الشكل وما عطاتكمش ديك القطره ديال الزيت، راه ماشي دغميره. يعني الدغميره رائعه فنه، تتجي غزاله، تتجي هي هذيك لا مذاقه لا شكل لا كلشي. صافي هنا بديت تنحمر، يعني الدجاج يجي على هذا اللون، يجي ذهبي هكا بحال هكا. خلاص راه تتكون كامله، ولا كوكوط كبيره، ولا تتهز 3 د الفراج، 2 فراج، يعني تيجي فيها الدجاج غزال. صافي كما قلت لكم راه تغطيو الدجاج باش يفتى. هنا فاش كنا تنحطو راه درنا البيض ديال السمان، درنا الحامض، درنا، ولكن ما صورناش داكشي. هنا صافي ملي بداو الناس